متخيلين ان دي بطاطا؟ النهارده هقول لكم ازاي تعملوا احلى وصفه بطاطا بطريقه جديده ومختلفه ما خطرتش على بالكم قبل كده. انا متاكده ان الفيديو ده لو جربتوه وعملتوه هتعجبكم قوي. زهقنا بقى من الطرق التقليديه بتاعه البطاطا ان احنا نشويها وخلاص على كده. لا، في طريقه جديده النهارده. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، عشان انا ما بعرفش اكمل غير بتشجيعكم ليا. هنجيب من السوق البطاطا الحمراء مش البيضه، هنبشرها كويس قوي قوي ونقطعها قطع صغننه زي ما انتم شايفين. ولو لو عندكم مسلوقه او بايته اركنوها برضو. هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. انا هسلق البطاطس في ميه سخنه واسيبها على النار وهطلعها وهي فيها ميه عادي جدا. يعني انت طلعتيها وصفيتيها واتبقى منهم شويه ميه صغيرين مفيش مشكله. ههرسها كويس قوي زي ما انتم شايفين. لحد هنا لو انت عندك البطاطا مستويه وبايته اهرسيها زي ما بهرسها كده. هنحط عليها ربع كوبايه سكر بالظبط، وطبعا السكر ده اختياري على حسب ما انت عايزه. هنجيب من السوبر ماركت باكيت كريم كراميل، ده بيبقى فيه كيسين، كيس بودر وكيس بيكون صوص الكراميل نفسه. هنحط البودر، هتسيبوا الصوص هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنحط البودر كله ونزلت بمعلقتين من النشا وكوبايه لبن وقلبت، وحطيت كوبايه لبن تاني، يعني كوبايتين لبن بالظبط. حاولوا ان انتم ما تكتروش السكر لان اساسا البطاطا بتكون محليه والباكيت الكراميل بودره بيبقى فيه نسبه من السكر عشان ما تسكرش منكم قوي. جبت الخليط اللي انتوا شفتوه كله اللي في الطبق وحطيته في الخلاط، ضربته ضربتين لحد ما يبقى ناعم خالص، وجبت حله وحطيتها على نار وهسخن بقى الخليط اللي احنا عملناه بالبطاطا باللبن ده كله لحد ما يبقى معايا صوص كريمي بالظبط زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس ايديا فيه وافضل اقلب فيه بصفه مستمره، ما سيبهوش خالص لحد ما يبقى كريمي عشان هينشف معاكم لو انتوا ما فضلتوش ان انتوا تقلبوا حلو. شايفين كريمي ازاي؟ هتجيبوا اي حاجه متاحه عندكم تحطوا فيها البطاطا. انا كان عندي قالب الكيك ده كان شكله حلو، قلت عشان يطلع شكلها حلو. طبعا متاح عندكم صينيه، اي حاجه انتوا حابين تحطوا فيها تحتفظوا بيها ما عنديش مشكله، يعني مش هتقول لا. جبت الصوص الكراميل اللي انا قلت لكم هنركنه، زينت بيها من تحت الاول قبل ما احط الخليط بتاعي. بصوا شايفين كريمي ازاي؟ حقيقي بجد هتاكلوا احلى بطاطا بالكراميل عمركم ما دقتوها قبل كده، ومفيش حد عملها بره ان انتوا تشتروها حتى من بره. البيتي مفيش احلى منه. هنسيبها تبرد بقى خالص، مش هنحطها في التلاجة وهي فيها بخار كده نهائي عشان ما تبص مننا. اول ما تبرد هغطيها ونحطها في التلاجة بقى 3 ساعات بالظبط. نطلعها ونقلبها بقى في الطبق بتاعنا. بصوا بقى الجمال، زينتها بقى بباقي كيس الكراميل بتاعي. بجد كان طعمها حلو قوي ومسكره، فلازم تعملوها وتقولوا لي عملتوا ايه وطعمها كان ازاي. لازم تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم. بصوا تعالوا كده نقطع نجربها مع بعض ونشوفها كانت عامله ازاي من جوه. بجد يا جماعه كانت طعمها حلو قوي، كنت مبهوره بيها من كتر ما كان طعمها حلو. كنت اول مره اجربها على فكره. السوق بتتقطع بكل سهوله جدا وطعمها حلوه جدا، وخلي بالكم هي صحيه قوي للاطفال. بصوا شايفين من جوه عامله ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا بحبكم جدا ومستمره بتشجيعكم ليا دايما. اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.